إلياس المالكي، من منصة البث المباشر إلى دوري الملوك، كيف يعيش نجاحه وما هي خططه للمستقبل؟ في مقابلة حصرية وبالدارجة المغربية كشف الناشط المغربي الشهير إلياس المالكي عن تفاصيل مهمة من حياته ومسيرته، متحدثاً عن تجربته الأخيرة في دوري الملوك ورؤيته لدولة الإمارات وخططه المستقبلية. المالكي الذي اكتسب شهرة واسعة عبر منصات البث المباشر يشارك أفكاره حول النجاح، الطموح ونصائحه للشباب المغربي الطامح لتحقيق أحلامه. خلال المقابلة عبر إلياس المالكي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في دوري الملوك، معتبراً ذلك فرصة استثنائية لتمثيل المغرب في حدث رياضي بهذا الحجم. وأوضح أن هذه التجربة لم تكن مجرد منافسة، بل كانت لحظة فخر وشعور بالانتماء، حيث تمكن من رفع اسم بلده في محفل دولي يجمع نجوماً من مختلف أنحاء العالم. إلى جانب حديثه عن دوري الملوك، لم يخف المالكي إعجابه بالإمارات العربية المتحدة، حيث أثنى على حسن الاستقبال الذي حظي به هناك، مشيراً إلى كرم الشعب الإماراتي والأجواء الإيجابية التي لمسها خلال زيارته. هذا الانطباع الإيجابي جعله يفكر في زيارة الإمارات مجدداً، وربما استكشاف فرص جديدة في المنطقة. أما عن مستقبله، فقد كشف إلياس عن تفكيره في دخول عالم التمثيل، وهو مجال يرى فيه إمكانية تطوير نفسه والانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرته. إلى جانب ذلك، لم يستبعد الاستمرار في كرة القدم، سواء كلاعب أو كمدرب، حيث يملك شغفاً كبيراً بهذه الرياضة التي شكلت جزءاً مهماً من حياته. في خطوة غير متوقعة، أعلن المالكي عن قراره التوقف عن البث المباشر بعد 5 أشهر، موضحاً أنه بحاجة إلى فترة جديدة يركز فيها على مشاريع أخرى. هذا القرار يأتي بعد سنوات من النشاط المكثف على الإنترنت، حيث نجح في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة. ولم يفت المالكي مشاركة الشباب المغربي بنصائح قيمة، حيث شدد على أهمية اتباع الشغف وعدم جعل المال هو الأولوية الوحيدة. بالنسبة له، النجاح الحقيقي يأتي عندما يكون الشخص مخلصاً لما يحب، وليس فقط لما يدر عليه الأرباح. من دوري الملوك إلى عالم التمثيل وكرة القدم، يبدو أن إلياس المالكي في رحلة مستمرة لاكتشاف إمكانياته وتحقيق طموحاته. المقابلة قدمت صورة واضحة عن شخص يسعى دائماً للتطور والتجديد، وهو نموذج للشباب المغربي الذي يطمح لترك بصمته في مجالات متعددة.